السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالي نعمل مع بعض فكرة حلوة قوي قوي قوي، سهلة وبسيطة وما تتعبناش، بما اني صايمة النهاردة ومحتاجة الوقت ومحتاجة المجهود اوفره عشان الصيام. المهم هاتي بولة كده معانا، بس سمي بسم الله وصلي على رسول الله قبل ما نعمل اي حاجة، عليه افضل الصلاة والسلام. هاتي بولة كده وفيها شوية معلقتين كبار صويا صوص مليانين كده حلوين، ومعلقتين زيت حلوين كده. اوعي تستخسري، كتري كده وما تستخسريش، ماشي؟ شوية كمون، شوية بهارات، شوية فلفل اسمر، معلقه كركم حلوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه كزبره، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر. كل التوابل ديت بقى بصي ما تستخسريش فيها، بس هي هتخلي لك الطبق بتاعك النهارده حاجه حلوه قوي، على قد ما هو بسيط ومش هيكلفك، على قد ما هو جميل قوي قوي قوي. كل سنه واحنا طيبين يا جماعه، وانتوا طيبين وانا طيبه وكلنا طيبين. عايزه اقول لكم ده اثر الصيام يعني. ماشي، المهم كل سنه والامه الاسلاميه كلها يا رب كده بخير وسعاده. ماشي. المهم زي ما انت شايفه كده، قلبنا الخلطه بتاعتنا كلها على بعض، وحطيت عليها معلقتين كده يعني صلصه طماطم، اللي احنا كنت انا لسه ضاربه طماطم كده للمكرونه اللي انتوا شايفينها على البوتاجاز دي، اللي الغطا بيطير لوحده دوت. فاخدت منها معلقتين كده بس، مش اكتر من كده، وهضربه مع الخلطه دي وشويه الملح بتوعنا طبعا. وهاتي بقى البانيه بتاعك كده وانزلي بيها فيه، يا نهار ابيض يا سلام لو بيتي فيها بقى، مش عايزه اقول لك هتاكلي حته بانيه خرافه. ولا تقولي لي بقى لا بيض ولا لبن ولا بقسماط ولا الكلام ده، ولو حابه تحطيها بقسماط ممكن تحطيها فيما بعد وانت لما تيجي تضربيها على الجريلا. انما والله هي ما محتاجه، هي كده طعمها عسل عسل عسل، وقد ايه هي صحيه ولذيذه. بص بقى شويه الزيت اللي احنا حطيناهم استفدنا بيهم ازاي مع الخلطه منها فيها. انا كل اكل منه في بحب اوفر، اصلا انا بخيله منايف انا بقى، ما يعني ما تاخدوش في بالكم مني، عشان انا ايه ست منوفيه جامده قوي يعني. ماشي. المهم يعني شفت ايه، ان احنا بدل ما نحط في الجريلا بتاعتنا او في الطاسه بتاعتنا زيت، لا خدنا من الخلطه نفسها الزيت بتاعها. عايزه اقول لك ان ده يخلي لك طعم الحاجه بتاعتك جميله جدا جدا جدا. ماشي. المهم زي ما انت شايفه كده، كنت انا ايه صفيت المكرونه خلاص الحمد لله، حتى الصلصه عاملاها اهي وحاطينها على البوتاجاز جنبنا. بص بقى طالما صايمه بقى اضربي حاجتك كده مره واحده يعني، علشان ايه وقتك ما يضيعش منك. ماشي. المهم كده حبيبه قلبي، زي ما انت شايفه كده انا بحاول ان انا افرخها كده من الجنب عشان ما تلزقش مني في الطاسه. ماشي. زي ما انت شايفه كده، بس عايزه اقول لك هتاكلي حته بني رهيبه رهيبه. الاكله اللي احنا هنعملها حلوه واقتصاديه، حلوه واقتصاديه، وكمان مش هنرمي اكل امبارح. خلي بالك، خليكي معايا كده، صحصحي وفوقي كده معايا، ماشي؟ عشان حرام ترمي اي اكل، حرام. خلينا مع بعض كده، وانتوا عارفين ان ده مبدأنا من الاول، وفري ودبري من غير ما تستخسري، واوعي ترمي لقمه لقمه ما تترميش. ماشي. خلينا في المهم يا جماعه كده عشان احنا ما نخرجش عن موضوعنا يعني. المهم يا جماعه زي ما انت شايفه كده، بقيت ان انا احط اوسع واحط اوسع واحط، بحيث ان انا حته البانيه لما تديها مساحتها في الاول ما تكشش منك. تمام كده حبيبه قلبي، زي ما انت شايفه كده، زي ما انا بعمل بديها الوسع الاول، وبعد كده ايه ابدا لما احس ان هي اتشمعت اقوم ايه واخداها كده ايه جنب بعض كده، مش هتكش منك. ماشي حبيبه قلبي. المهم زي ما انت شايفه كده وتفضلي تقلبي فيهم، مش عايزينها تتحرق وفي نفس الوقت تحمر. وبصي بقى على الحلاوه والطعامه والجمال اللي احنا هناكله. عايزه اقول لك من ربع كيلو بانيه ممكن تعملي الاكله ديت نص كيلو، حسب العدد الافراد اللي عندك. بياكلوا يشبعوا منها او بياكلوا بيشبعوا منها. كفايه ان هي صحيه، كفايه ان هي حاجه كده نظيفه من ايدك. ليه الولاد بيحبوا الاكل بره؟ لان بيتعمل بالطرق ديت، وطبعا هو مش هيتبله لك التتبيلات دي كلها يعني. هو يا دوبك هيحط له شويه بصل باودر على توم باودر وسنه ملح، وهوب بيضربها لك على الجريلا اللي هي ايه كلها حروق وكلها حاجات، ويعني بصي مش عايزه اقول لك يعني. المهم يا جماعه زي ما انت شايفه كده، انا ببدا ان انا ايه اقلبها بقى على الوجهين كده، مش عايزاها تتحرق مني، انا عايزاها تستوي. انا ليه بقلب كل شويه؟ علشان تستوي، وباخد من الزيت كده واحط عليها عشان يديها التلميعه بتاعتها. هو ما يعتبرش زيت، هو يعتبر الخلطه اللي احنا عملناها يعني. ماشي. يديها تلميعه ويديها طعم. اوعي تحطي نقطه زيت تاني في الطاسه بتاعتك او في الجريلا بتاعتك. وهنا زي ما انت شايفه كده الصلصه بتاعتنا الحمد لله كانت اتعملت، والبانيه بتاعنا خلاص. ده ما بياخدش منك 5 دقايق على النار. الولاد بيحبوا الاكل ده بره، يا ماما لا احنا هنشتري سندوتشات بانيه مش عارف ايه من بره، لا هنشتري مش عارف ايه والسندوتش بالشيء الفلاني. طب وليه؟ انت اعملوه لهم هنا في البيت حلو قوي قوي زي ما انت شايفه كده، وبنظافه ايدك ويعني حاجه كده احلى بكتير وارخص طبعا يعني بالنسبه للامور الاقتصاديه يعني. بص بقى حته البانيه حلوه كده متحمره لذيذه ازاي، مش عايزه اقول لك طعمها جميل جدا جدا جدا. الطاسه خلاص كده نحطها بقى على طول، حطي فيها ميه سخنه واغسليها على طول ما تركنيهاش. تمام كده حبايبي. ادي المكرونه بتاعتنا صفيناها الحمد لله،
ميه حطينا عليها الصلصه زي ما انت شايفه كده. ده كان فطارنا النهارده. لسه صبوري، اوعي تروحي كده ولا كده، واوعي تنسيني بدعوه حلوه ولايك وشير. دول شويه كبده بلدي من اللي كنا عاملينهم امبارح، فاضوا معانا قلنا نحطهم جنب البانيه، حلوين زي الفل. ايه تاني عندك يا منى؟ طبق الزيتون والمخلل اللي احنا عملناه. هو احنا مش شهر رجب وشعبان ورمضان جاي يبقى ناكل زيتون ومخلل من عمايل ايدينا؟ وتسلم ايديكي وربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا. ماشي، هاتي شويه عيش. ده طبق بتنجان برضو كنا عاملينه مع الكبده امبارح والحاجات ديت. خلاص الاكل اللي فضل عندك حطيه جنب الاكل الجديد، واوعي تقولي عليه لا. تعالي بقى للحته الحلوه اللي جايه ديت، حته بقى ايه، تعالي ننزل كوبايات حلوه كده ونشوف. ده ايه؟ عناب. العناب يا جماعه اللي احنا مفرزينه من السنه اللي فاتت مع بعض اهو في الفريزر. انا بعمل كميه كبيره جدا 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 لسبب بسيط، ان يجي عليا رجب وشعبان الاقي عندي في الفطار. عندي الولاد بيحبوه جدا جدا جدا. عناب مش كركدي، في فرق ما بين العناب وما بين الكركدي. وبرده ان شاء الله باذن الله تعالى هنفرزه قبل رمضان مع بعض باذن الله يا جماعه. وكل سنه وانتم طيبين. لو عجبتكم سفرتنا اللي على قد الايد ادوني لايك وشير، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.